بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشارك في كأس العالم منتخبات من مختلف القارات، ويتميز كل منتخب بلقب له جذور ثقافية وحضارية وإلى سبب تاريخي، أو لقصة معروفة عنه، أو لمعتقد خاص به. والسؤال الآن: من أين جاءت الألقاب التي تطلق على هذه المنتخبات؟ دعونا نلقي نظرة سريعة على قصص ألقاب المنتخبات المشاركة في هذا المونديال فيفا قطر 2022 وسر تسميتها. ونبدأ أولا بالألقاب المنتخبات العربية المشاركة في هذا المونديال: أسود الأطلس، نسور قرطاج، والصقور الخضر، والعنابي. وهي ألقاب المنتخبات العربية المشاركة في هذا المونديال فيفا قطر 2022. المنتخب المغربي يلقب بأسود أطلس، ويعود إلى امتداد جبال الأطلس الشهيرة في المغرب التي كان يعيش فيها نوع منقرض من الأسود. المنتخب التونسي يلقب بنسور قرطاج، وهو مستمد من مهد الحضارة التونسية في العصر الفينيقي نسبة إلى قرطاج، رمزا إلى القوة والعراقة. أما عن النسر لما يتمتع به من سرعة بديهة وقوة وشجاعة. المنتخب السعودي يلقب بالأخضر نسبة إلى الأخضر الموجود في علم المملكة العربية السعودية، وأحيانا يطلق عليه لقب الصقور أو الصقور الخضر. المنتخب القطري يلقب بالعنابي نسبة إلى لون علم البلاد. المنتخب الفرنسي ويلقب بالديكة، وهو رمز البلاد قديما، ويمثل المقاومة والإصرار واليقظة. المنتخب الألماني يلقب بالماكينات، وجاءت هذه التسمية نظرا للقوة الصناعية التي تتميز بها ألمانيا، وقوة الإداء التي تلازم المنتخب الألماني دائما. المنتخب البرازيلي يلقب بالسيليساو أو براقصو السامبا نسبة إلى أدائه الكروي المتناغم والقريب في سرعته وفنياته إلى رقصة السامبا المعروفة في البلاد. المنتخب الأرجنتيني يلقب براقصو التانجو نسبة إلى اسم الرقصة الشهيرة في الأرجنتين. المنتخب الأسباني يلقب بالماتادور، وهذا اللقب يطلق على مصارعي الثيران، وهي رياضة أكثر شعبية في أسبانيا. وكما يلقب بلا روخا، وهي كلمة أسبانية تعني الأحمر. المنتخب الهولندي يلقب بالطواحين الهولندية، وهي ما تتميز به البلاد عن باقي البلدان. ويلقب أيضا المنتخب الهولندي بالبرتقالي. المنتخب الإنجليزي يلقب بالأسود الثلاثة، وهو مستوحى من شعارات المملكة المتحدة. المنتخب البرتغالي يلقب بأحفاد فاسكو دي جاما، وهو بحار برتغالي شهير، وكما يلقبونه ببرازيل أوروبا
نسبة إلى مهارة اللاعبين الفنية المتميزة. المنتخب الكرواتي، ويلقب بفاترين، وهي كلمة تعني باللغة المحلية الأولاد الغاضبون. المنتخب البولندي، ويلقب بالنسور البيضاء، نسبة إلى وسام النسر الأبيض، وهو أعلى وسام بالدولة، وكما يلقب بالأبيض والأحمر نسبة إلى ألوان علم بولندا. المنتخب البلجيكي، يلقب بالشياطين الحمر، وتعود قصة هذه التسمية إلى سنة 1906 حينما أطلق المدرب بيتر فاركر على المنتخب لاعتقاده بأنها تحفز اللاعبين وستنعكس إيجابا على مستواهم وأدائهم داخل الملعب. المنتخب الأورغواي، يلقب بالسيليستي، وهي كلمة إسبانية تعني الأزرق السماوي، ويرمز هذا اللون إلى لون علم البلاد. المنتخب المكسيكي، يلقب بالتري كولور، وهي باللغة الإسبانية تعني الألوان الثلاثة، وهي تشير التسمية إلى الألوان الثلاثة الموجودة في علم المكسيك: الأحمر والأبيض والأخضر. المنتخب الإكوادوري، يلقب بلاتري كولوار، نسبة إلى ألوان العلم الثلاثة: الأصفر، الأزرق والأحمر. المنتخب الدنماركي، يلقب بالديناميت الدنماركي، وتعود هذه التسمية إلى يوم سنة 1984 حينما خصصت صحيفة دنماركية مسابقة لأفضل أغنية خاصة للمنتخب، وجاء من خلالها نحن الأحمر، نحن الأبيض، نحن ديناميت الدنمارك. وانتشرت الأغنية بشكل سريع، ومنها استمدت الجماهير لقب منتخبها. المنتخب الكوستاريكي، يلقب بلوس تريس كولورس، وهي كلمة إسبانية تعني الألوان الثلاثة، نسبة إلى ألوان علم البلاد: الأزرق والأحمر والأبيض. المنتخب الصربي، يلقب بالنسور، ويرمز إلى أن هذا المنتخب يحلق عاليا في سماء كرة القدم، والنسر هو ملك الجو. المنتخب السويسري، يلقب بالصليبيين أو الساعات، وهو ما يميز البلاد التي تعرف بإنتاجها لأفضل وأفخر الساعات في العالم. المنتخب الأمريكي، يلقب بأحفاد العم سام، وهو لقب يعود لحرب 1912، ويلقب أيضا باليانكيز، ويعني الأمريكيين. المنتخب السنغالي، يلقب بأسود الترنجة، وتعني ملوك حسن الضيافة بلغة القبائل، وهي لغة محلية في السنغال. المنتخب الغاني، يلقب ببلاك ستارز، وتعني النجوم السوداء، وهي كلمة مقتبسة من شركة خط النجم الأسود للنقل البحري الذي أسسها الناشط الجامايكي ماركوس غرافي كجزء من حركة العودة إلى أفريقيا 1919. المنتخب الكاميروني،
ويلقب بالأسود الغير مروضة للدلالة على جموح الفريق وصعوبة إيقافه. المنتخب الياباني ويلقب بالساموراي نسبة إلى اللقب الذي يطلق على المحاربين القدماء في اليابان، وتعني هذه التسمية في اللغة اليابانية الذي يضع نفسه في الخدمة. المنتخب الكوري الجنوبي يلقب بمحاربو التايكوك، وهي الرياضة الأصلية التي اشتقت من رياضة التايكواندو حاليا. المنتخب الكندي يلقب بالموظ الطائر، والموظ يعد من أكبر الحيوانات التي تنتمي لعائلة الغزلان، وتعيش في معظم الأراضي الكندية، وكما يلقب بالأحمر نسبة إلى لون علم كندا. المنتخب الويلزي يلقب بالتنانين، وهو مشتق من علم ويلز، وفي التاريخ القديم استخدمته جيوش ويلز كشعار لها بالحروب. المنتخب الأسترالي يلقب بالكنغر، اتخذته أستراليا لقبا لها لأنها هي الموطن الأصلي لهذا الحيوان الذي يفوق عدده عدد البشر في قارة أستراليا. المنتخب الإيراني يلقب بأسود فارس، ويلقب بأمراء فارس. وهناك منتخبات لم تشارك في كأس العالم بقطر، هل تعرفونها؟ وتعرفون ما هو لقبها؟ ولا تنسوا إخبارنا بالتعليقات باللقب الأجمل الذي نال إعجابكم، مع تمنياتي لجميع المنتخبات العربية بالفوز والصعود للدور الثاني. مع السلامة حبايبي، بديتكم الله وياكم.